دي غساله فوق اوتوماتيك 12 كيلو من شركه فريش. الباب بتاعها زي ما احنا شايفينه كده هيدرونيك، حاجه محترمه جدا. يعني احنا مش مضطرين نجيب اي مسحوق اوتوماتيك. 12 كيلو دي بتعمل 13500 جنيه. لو جينا نتكلم فيها في الفرونت، ال 12 كيلو ممكن تعدي ال 40000 جنيه. المميزات بتاعت الغساله الفرونت ان هي بيبقى فيها سخان داخلي، مش بنحتاج لها وصله سخن زي التوب لود. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كل بخير. النهارده جايين نتكلم عن الغسالات التوب لود والغسالات الفرونت او التحميل الامامي والتحميل العلوي، ونتكلم على الفروق ما بينهم. الفرق ما بين الغسالات التوب لود والفرونت، تمام، وكل التفاصيل عنهم. هنتكلم اول حاجه عن الغسالات الفوق اوتوماتيك وايه المميزات وايه العيوب، تمام كده. طيب دي غساله فوق اوتوماتيك 12 كيلو من شركه فريش. الباب بتاعها زي ما احنا شايفينه كده هيدرونيك، حاجه محترمه جدا. طيب الغساله دي المميزات بتاعتها ايه؟ بتغسل بمسحوق عادي، يعني احنا مش مضطرين نجيب اي مسحوق اوتوماتيك. كمان السرعه بتاعه الوقت بتاعه الغسيل بتاخد وقت اقل كتير من الغساله دي. كمان الصيانه بتاعتها بتبقى اقل كتير من الفرونت. الصيانه بتاعتها بتبقى تكلفتها اقل بعد ما نخلص فتره الضمان، لان اكيد احنا مش هنجيب الغساله تقعد فتره الضمان وبعد كده خلاص يعني انتهت. اهم حاجه بقى كمان اللي هو السعر هنا. يعني مثلا لو قلنا ال 12 كيلو دي بتعمل 13500 جنيه، لو جينا نتكلم فيها في الفرونت ال 12 كيلو ممكن تعدي ال 40000 جنيه. نيجي بقى للغسالات الفرونت. الغسالات الفرونت فيها مميزات كتير جدا جدا، وسعرها برضو هو ممكن يكون عالي شوية، اعلى من الفوق اوتوماتيك، بس فيما بعد بتوفر برضو كتير. طيب ايه المميزات بتاعت الغسالة الفرونت؟ المميزات بتاعت الغسالة الفرونت ان هي بيبقى فيها سخان داخلي، مش بنحتاج لها وصلة سخن زي التوب لود، تمام كده. كمان من مميزاتها العمر الافتراضي بتاعها اطول بكتير جدا من التوب لود. كمان زي ما احنا قلنا قبل كده ان المميزات بتاعتها اكتر من التوب لود. زي العمر الافتراضي بتاعها بيبقى اطول بكتير جدا جدا، واكيد كلنا جربنا الغسالة دي وعارفين. كمان ميزة مهمة جدا اللي هي ان احنا نقدر هنا نوصل لمرحلة الغليان، او ان احنا نعمل فيه برامج ليها للنقع مخصوص، تمام، اللي هو حفاظا على الهدوم بتاعتنا. وكمان فيها منع للكرمشه وبرامج كتير جدا 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 بتبقى مميزه فيها كده. طبعا انتوا عرفتوا الفرق ما بين الغسالات الفرونت والتوب لود، المميزات والعيوب، كل التفاصيل عنها، وفرق الاسعار وفرق كل حاجه. نتقابل في حلقات كتير جايه ان شاء الله.